ارتفاع جنوني في أسعار اللحوم. أنا بكلمكم الآن وأنا واحد من الناس اللي بتبيع اللحوم. النهاردة كيلو اللحمة الجزارة اللي هو طازة وصل ل 370 و 380 جنيه، يعني داخل على 400 جنيه. أما بالنسبة للحوم المجمدة دهيت الكيلو النهاردة داخل على 250 جنيه. انا عايز اعرف بس احنا لحد امتى اسعار اللحوم هترفع كده؟ اقسم بالله انا واحد قاعد من الصبح ما حد قال لي سلام عليكم ولا فتحت باب التلاجة الا علشان خاطر اعمل الفيديو ده. واحد واقف قدامكم اهوت فتح باب التلاجة الا عشان خاطر اطلع كيلو لحمه اهوت واعمل الفيديو ده. يعني انا عايز افهم بقى لحد امتى هتفضل الاسعار ترفع كده، والواحد قاعد يا دوب بيجي الشغل عشان خاطر يجيب فلوس يجي بيها الشغل. يعني انا باجي الشغل عشان خاطر اجيب فلوس اجي بيها الشغل تاني. ممكن اقعد بالساعة وبالساعتين وبالثلاثة وبالاربعة ما بيحش كيلو لحمة. بالفعل ده بيحصل. الحمد لله كل واحد بياخد رزقه، وانا راضي ان ربنا سبحانه وتعالى يديني رزقي حسب ما هو كاتبه لي وكل حاجه. ولكن هنيجي نبص هنلاقي ان معلش النهارده انا عندي اسره، المحل ده بيدفع له كهرباء، المحل ده بيدفع له ايجار، المحل ده يعني انا قاعد من الصبح بقالي اسبوع ما بطلعش كيلو لحمه، لان كيلو اللحمه وصل النهارده ل 250 جنيه المجمد. الكيلو الطازه بقى 380 و 370 وهيخش على 400. يعني انا عايز اعرف هنفضل امتى لحد كده، يعني نفضل لحد امتى ارتفاع الاسعار والزياده دي بتحصل؟ احنا مش عارفين نعيش من الوضع ده. كلنا بندعم الدوله وكلنا بنتكلم وكلنا بنقول مفيش مشكله، كلنا واقف مع البلد، ولكن زياده الاسعار لابد ان هو يتم التحكم فيها شويه عن كده، لان اقسم بالله ما هنلاقي ناكل. اقسم بالله ما هنلاقي ناكل. انا لو دخلت كمان اسبوع زي ده او دخل كمان اسبوع عليا زي ده، انا هروح على الجوامع اشحت. وانا حاجه من الاثنين، يا اما اشحت يا اما اقعد من غير اكل خالص. والحمد لله متاثره وكل حاجه، الحمد لله ربنا يعني يزيدنا من فضله ونعمته. يعني مش عاوز اتكلم في حاجه، الحمد لله فضل ونعمه من عند ربنا. ولكن انا بقول لك اهو، احنا اللي معانا لو خلص هنشحت. اللي معانا لو خلص هنشحت. كلمه بقولها تاني، كيلو اللحمه لابد ان هو ينزل عن كده عشان الناس تعرف تاكل لحمه. الناس كانت الاول بتاكل لحوم، دلوقتي بتاكل في الهدوم. ارحموا الناس شويه من غلاء الاسعار. انا عاوز اصرخ واتكلم بصوت عالي، بس هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ انا بتكلم كده لما اتخنقت فعلا بجد. واحد مش عارف كل يوم يصحى يجي الشغل يروح. الجديد هو البيع والشراء، ده اللي بيبقى جديد بالنسبه لك. لكن انك انت كل يوم تفتح وتقفل قاعد. وانا فرحان بالقعده، انا ربيت كرش من القعده، كان في نفسي اربيه من اللحمه مش هربيه من القعده. ربنا يصلح حال مصر ويصلح حالنا جميعا يا رب، ويتحكموا في الاسعار شويه عن كده عشان خاطر نعرف نعيش. بس مش عايزين اكتر من كده، عايزين نعيش.